واحد اتجوز بدري وكان عايز يفتح بيت، والتاني ما اتجوزش الا لما كبر وشعره شاب. الاتنين الناس بتحبهم عشان خاطر ابوهم قبل ما تسمع وتشوف اخلاقهم. كل اللي يشوفهم يقول عيال مؤدبة وبنت ناس ويترحم على ابوهم بسبب حياتهم مختلفة عن بعض خالص، وكل واحد ليه دماغ في موضوع الست. يا ترى بقى كريم ومحمد محمود عبد العزيز كل واحد حكايته ايه مع الجواز، وكل واحد فيهم عنده كام عيل، وليه كل واحد دماغه مختلفة عن التاني كده؟ كل ده واكتر هتعرفوه في الفيديو ده، فخليكم معانا للاخر. كريم محمود عبد العزيز رغم انه صغير بس قرر يتجوز بدري وهو بسن صغير، ورغم ان كان لسه في بداية مشواره الفني الا انه اختار يكون ليه عيلة صغيرة ويبدأ حياته مع مراته بشكل سريع. وفعلا كريم قرر يتجوز وهو عنده 25 سنة، ورغم ان ابوه ما كانش موافق ابدا وكان شايف انه صغير، بس هو اصر وابوه عمل اللي هو عايزه، وكان اختياره على واحدة من بره الوسط الفني خالص. وفعلا اتجوزه وهو صغير وبقى اب كمان وهو صغير، وعنده 3 بنات هم خديجة وكندا وحبيبة، واب مثالي كمان. وكمان بناته دمهم خفيف زيه بالظبط وحابين التمثيل والاضواء زي ابوهم وجدهم. وفعلا بدأوا ياخدوا معاه خطوة، وواحدة منهم هتظهر معاه في مسلسل قريب، والاتنين التانيين ظهروا معاه في اعلان. بس كريم كان حواليه الفترة اللي فاتت دي اشاعات كتير، وجت سيرة ابوه في الموضوع ده، وان بيعمل اللي هو عمله زمان، وانه هيسيب مراته وهيتجوز دينا الشربيني وفرحهم قريب. وناس قارنته بابوه بسرعة جدا، بس كريم ما خرجش ولا علق على الموضوع خالص وساب الاشاعات تروح مع الوقت. بس في ناس كتير اكدت ان ده حصل، وكمان ان مراته مش عايزة تكمل معاه، والكل في انتظار انه يطلع يأكد او ينفي كل اللي اتقال عليه. اما بقى محمد، ورغم انه كبير بس اتجوز متأخر جدا عن اخوه، لدرجة انه اتجوز من كام سنة بس من ست فرنسية بيحبها جدا وهي كمان بتحبه، وقرروا ان يعيشوا حياة هادية خالص شبهه، والرومانسية بين الاتنين عالية على الاخر. وده بيظهر في كل الصور والفيديوهات اللي بتنزل ليهم مع بعض. وده بقى خلف بنته تمارا اللي اتولدت في نفس يوم ميلاد محمود عبد العزيز، وهو شايف ان ربنا كده بيرضيه بان بنته اتولدت في نفس يوم ميلاد ابوه، ولسه طبعا صغيرة وعايز يعمل لها كل اللي نفسها فيه. ودول بقى اللي طلع بيهم محمود عبد العزيز من الدنيا، وكان بيعمل لهم اي حاجة عشان هم يعيشوا مبسوطين، وهم اتعلموا منه ازاي يسعدوا عيالهم. انتوا بقى ايه رأيكم في جوازات الاتنين؟